اليوم سنتحدث سويا عن الأحداث القادمة بإذن الله تعالى كما وردت في كتاب الله وكما وردت في جميع الكتب السماوية بإذن الله. بعد توقف الحرب في غزة، دي كانت هي المشكلة اللي بتمنع وجود التحالف بين المسلمين والروم. زي ما الرسول قال لنا تحالفوا لنا الروم، يعني هتحالفوا مع الروم. والروم المقصودين هنا هم الروم الشرقيون اللي هم روسيا. روسيا أولا لما نيجي نشوف روسيا أضعاف مساحة أوروبا. يعني لو جبنا أوروبا كلها وجبنا روسيا هتلاقي روسيا أضعاف مساحة أوروبا، أكتر من مساحة أوروبا مع أمريكا، مع ده كله هتلاقي أكبر منه. هي بلد ضخمة جدا وكبيرة جدا. دي نقطة. النقطة الثانية إن هي مختلفة في المذهب عن أوروبا وأمريكا. المذهب الديني بتاعها مختلف عن أوروبا وأمريكا. الكنيسة بتاعتها غير الكنيسة بتاع أوروبا وأمريكا. طيب احنا جبنا منين ان هم هيتحالفوا، وجبنا منين ان روسيا هتتحالف مع الدول الاسلاميه وكده؟ ده موجود عند اليهود نفسهم في سفر حزقيال اصحاح 38 و 39 مكتوبين بالاسم الدول اللي هتتحالف مع روسيا، ويدخلهم ياخدوا جبال اسرائيل في ساعات قليله جدا. واليهود عارفين الكلام ده ومتاكدين منه ومؤمنين بيه 100%. ليه نتنياهو ما كانش راضي يوقف الحرب؟ بعض الناس اللي مخها ضيق او مش عارفه الصوره كلها بتهيألها ان نتنياهو مش راضي يوقف الحرب، خايف ان هو ممكن يتشال. لا، نتنياهو عارف ايه اللي هيحصل، لان ده موجود عندهم في التوراه. عندهم من الشروط ان الحرب دي لازم تكون وقفت. ليه بقى؟ لان لما هيجوا ياخدوا البلاد دي تتحالف مع بعضها، اللي هي روسيا وتركيا وايران وباكستان وتركمانستان ومش عارف ايه وبلاد كتير، اي بلد فيها تان دي كلها موجوده معاهم. وهتلاقي اليمن، هتلاقي لبنان، هتلاقي السودان، هتلاقي دول كتير جدا مكتوبه كلها بالاسم. فين؟ في سفر حزقيال اصحاح 38 و 39. طب ده موجود عندنا في القران؟ طبعا موجود عندنا في القران في سوره الاسراء الايه 5. فإذا جاء وعد أولئهم بعثنا عليهم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاثوا خلال الديار. طبعا بعض الأغبياء هيقولوا لا، ده الكلام ده مقصود به بخت نصر، وبهم تانية تطلع تقول لا، ده المقصود به الفتح الإسلامي، إن هو يعني إن صلاح الدين وزفت وأفران ده لعنة الله عليه مطرح ما هو. طبعا صلاح الدين ده هو مجرم حرب، ده من أقذر الشخصيات اللي جت في تاريخ الإسلام. ده أوسخ شخصية جت في تاريخ الإسلام بعد عمر وأبو بكر بمعنى أصح. من أقذر الشخصيات وألعن الشخصيات في تاريخ البشرية. مجرم حرب. والجهلاء مخدوعين فيه ومفكرين إن هو بني آدم، هو ابن كلب وسخ، وكل اللي ما يلعنوه. فلما نيجي نبص في الأيام اللي جاية، طبعا ربنا بيقول فإذا جاء، يعني لسه جاي، مش وقد جاء وعد أولئهم فبعثنا عليهم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. لا، فإذا جاء بالمستقبل، هيجي في المستقبل. فإذا جاء وعد أولئهم بعثنا عليهم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. طبعا التحالف ده هيتم وهيحصل وهيروحوا، واليهود عارفين الكلام ده ومأجرين جزر في اليونان زي ما قلنا قبل كده مخصوص علشان خاطر يهربوا إليها في وقت حدوث هذا الأمر. ومتقال لهم بالنص كده ان انتوا ما تقفوش قدام الناس دي، لان وقفتوا قدامهم هتبادوا. فيهربوا وعارفين ان فيه مده معينه هيرجعوا بعدها تاني سنه ونص او حاجه زي كده، هيرجعوا تاني لارض فلسطين تاني. ويرجعوا لها تاني بعد ما يحصل خلاف بين المسلمين والروم ويتحاربوا مع بعض ويتقاتلوا مع بعض هناك.
وتحصل المعركة اللي هي ايه، الخلاف هيدب بينهم. واحد من الروم هيقول غلب الصليب، فالمسلم مش هيقول الكلام هيقتله، فتحصل الخلاف بينهم، وهيتقسم المسلمين لثلاث قتلات. جيش المسلمين في الوقت دي اللي موجودة هيتقسموا لثلاث قتلات، تلت هيفر هيهرب فهؤلاء لا يتوب الله عليهم أبدا، وتلت يستشهد فهم خير شهداء هذا العصر. والمعركة هتكون فين؟ في عسقلان، وهيكونوا 70,000 يستشهدوا في اليوم ده في المعركة دي. جبتوا منين الكلام ده؟ من حديث رسول الله رحم الله أهل المقبرة. فقيل له، الآية طبعا عائشة عليها لعنة الله وهي وأبيها، فبتقول له إيه؟ البقيع؟ فقال لا، عسقلان. أهل المقبرة المقصودين رحم الله أهل المقبرة مقبرة عسقلان، 70,000 يستشهدون، وهؤلاء خير شهداء هذا الزمان. فجبناها من النقطة دي. قبل كده اتكلمنا وقلنا ان ممكن ال70,000 دول يكونوا هم من غزة وكلام من ده، مش من غزة. احنا مش هنقعد نرقع نقول غزة عشان عسقلان جنبها، وهي كانت عسقلان جزء من غزة الأول وبتاع ومش عارف ايه، واليهود خدوها منهم، والفيلم ده كله احنا عارفين. لكن هي المقصود بها عسقلان نفسها. ان المعركة بين المسلمين والروم الشرقيين دول بعد الخلاف ما يدب بينهم هتتم فين؟ في عسقلان دي. وهيرجع اليهود تاني بعد كده لأرض فلسطين، وهيفسدوا فساد أوسخ من الفساد اللي هم فاسدينه حاليا. فيجي لهم بقى الخراساني من خراسان، والمصري من مصر، اللي هو صحابي مصر طبعا، بعد ما مصر تتخلص من الخاين واللعين والملعون وابن اليهودية اللي موجود، والحشية القذرة النكسة بتاعته وإعلامه النجس وكل الوسخات دي كلها، كل دول هيتلموا هيتدبحهم. بمعنى صح، الجيش المصري هينزل يطهر مصر من الخونة كلهم. الجيش المصري عشان خاطر كده قلنا قبل كده 100,000 مرة ما حدش يغلط في الجيش المصري نهائي. هو الحامل المصري، بل مش حامل المصري بس، ده حامل الأمة كلها، ده اللي هيرفع راس الأمة. اللي هو عارفين الكلام ده وعارفين إن هو ده الجيش اللي هيبدأ. بمعنى صح، عشان كده يسموه عدوهم الذي في الجنوب. ده هو العدو بتاعهم اللي مش يعني عارفين نهايتهم على ايدين، نهايتهم على ايدين. الحرب دي اللي الرسول قال لنا فيها يقاتلون فيها معهم الشجره والحجر. بعض الاغبياء قالوا ده الامام المهدي ولا يبقى موجود وبتاع. الامام المهدي مش هيحارب. الامام المهدي ما يخش حروب. الامام المهدي ما عندوش جيش يخش حروب، مش محتاج جيش عشان يخش. يستطيع ان يحارب الدنيا كلها هو لوحده يقدر يحارب الدنيا كلها، مش محتاج أسلحة، مش محتاج جيوش، مش محتاج ناس. كل دي كلام فارغ، لأن هيكون معاه الأعظم من ده كله وهو الله سبحانه وتعالى. قلنا إن سلاح الإمام المهدي له RPG وله نووي وله الكلام الفارغ ده كله. لا، سلاح الإمام المهدي سيفه يخرج من فمه، كما جاء في كل الكتب السماوية، سيفه يخرج من فمه. وزي ما الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الأطهار قال إيه الإمام الصادق؟ ابن الإمام الباقر، ابن الإمام السجاد، ابن الإمام الحسين، ابن الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، وعلى سيدهم سيدنا رسول الله أبو الزهراء صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. هؤلاء هم خيرة الأرض، وهؤلاء هم الذين جاء فيهم إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وغيرهم طبعا نكمل بعد الإمام الصادق، الإمام الكاظم، الإمام الرضا، الإمام الجواد، الإمام الهادي، الإمام الحسن العسكري، الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. لما نيجي نشوف بعض الجهلة يقولوا أنت بتصلي إزاي على الإمام علي مثلا أو على الزهراء أو على الحسن أو على الحسين، نحن بتصلي على الرسول بس. يا بهايم، أنت في الصلاة صلاتك أصلا لا تجوز إلا لما تقول اللهم صل على محمد وآل محمد. مين هم آل محمد؟ هؤلاء هم آل محمد.
هؤلاء ال13 هم آل محمد: فاطمة، علي، الحسن، الحسين، والتسعة المعصومين من ولد الحسين صلوات الله وسلامه عليه. حتى الشافعي هذا اللي يسموه إمام عندكم ده من السنة ده، هو نفسه بيقول لك إيه: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض علي في الكتاب الموجود، كفاكم من عظيم الفضل أنكم من لم يصلي عليكم فلا صلاة له. ده شهادة منه: من لم يصلي عليكم فلا صلاة له. وبالفعل زي ما الرسول قال: لا تصلوا عليه صلاة البطراء، وقال: كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا كما تقولون في التشهد: اللهم صل على محمد وآل محمد. بدون آل محمد أنت لم تصلي على محمد. وكان رسول الله عن أن يصلى عليه صلاة بطراء، يعني يصلي واحد الصلاة زي ما يسمى في السنة اللي هم النواصب، يقولوا اللهم صل على محمد. والنقطة اللي بنتكلم فيها بس في ثانيتين كده: اللهم صل على محمد يقول لك وسلم يا جاهل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سلموا تسليما، مش تقول عليه السلام عليكم، لا، سلموا تسليما يعني استسلم، نفذ اللي الرسول قال لك عليه، استسلم لرسول الله. الرسول قال لك صلوا عليه كده، ما تصلوش عليه كده. قال لك ما تصلوش عليه انك تقولوا عليه الصلاه والسلام، تقولوا ايه؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. فبدون آل محمد لا صلاة لكم. بعض البهايم بتوع الازهر بعد كده قال لهم لا، ده ما ينفعش، احنا نقول ايه؟ ما ينفعش نقول عليه الصلاه والسلام بس، نقول قاله. وقال لك ماشي نقول قاله وصاحبه، يلا دخلوها البنجان في الكوسه ويلا مشيها وخلاص. جابوها منين ولاد الكلاب؟ ما تفهمش، هم ماشيين وخلاص. المهم نرجع للموضوع تاني اللي هو ايه؟ ان هو الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه كما جاء عن رسول الله ان الامام المهدي يقود ملاحم. ملاحم هي التي يقتل فيها اللحم بالغرض دون ختان. ازاي؟ اول حاجه تحصل مع الامام المهدي اما بعثوا له جيش من الشام يدعو الله فيبتلاه من البحر، زي ما الامام الصادق قال: اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. قال هذا للمهدي. المهدي هو اللي عنده الكلام ده، ان هو ايه؟ من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. دعوه الامام المهدي سيفه يخرج من فمه تبيد جيوش. وبعد كده في ملحمة اسكندريه برضه هيكون الامام المهدي هو اللي موجود برضه في الوقت ده، يدعو الله فيبتلع البحر هذا الجيش اللي هو بقومه كما ذكر رسول الله حوالي اكثر من 1,000,000 واحد، يكونوا جايين علشان جايبين الخاين العميل بعد ما مصر اتطهر منه ويهرب بره، يقوموا عشان يرجعوا له الحكم تاني. بعد طبعا ما صحابي مصر هيكون دخل القدس وباد اسرائيل نهائي، مبقاش في حاجه اسمها اسرائيل على وجه الارض تاني ابدا. فبيجوا بحجه ايه؟ انهم يرجعوا هذا الكلب للحكم تاني. بس على كل الحكايه دي الاحداث اللي جايه، دي الاحداث اللي جايه. واحد حمار هيقول ده صلاح الدين هو ذي القرنين، وواحد حمار تاني ولا من سليمان هو ذي القرنين، وصلاح الدين هو اللي دخل القدس كما دخلوه اول مره يبقى هو صلاح الدين. ده كله خس، ده كله كلام فارغ. قلنا قبل كده ان ذي القرنين صلوات الله وسلامه عليه هو إدريس، هو أوزوريس، هو هرمز الهرامسة، هو شداد بن عديم ابن البرشيم ابن قبطيم ابن مصر ابن مصرين ابن هود عليه السلام ابن عبد الله ابن رباح ابن خالد الجلب ابن عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح بن لامك بن شرخ بن خنوخ بن يار بن ملائيل بن اثنين بن عليك بن ستين يار. يقولوا ابن عباس بقى جه قال لهم ان إدريس هو أخنوخ. طبعا دي من الإسرائيليات اللي علمها له مين؟ أستاذه هذا الكلب النجس اللي هو حب اليهود الملعون، اللي جابوا الملعون عمر بن الخطاب وسابوا يبص سمومه في دماغ طبعا هؤلاء. وطبعا كان من تلامذته ابن عباس وابن عمر وابن عمرو لعنة الله على ثلاثتهم وريحنا منهم يا رب.
ما علينا. هؤلاء هم سبب قاذورات اللي اتحط في الدين الإسلامي. واحد يقول لك ابن عباس ده حبر الأمة وترجمان القرآن، والهجص اللي هم بيقولوا ده طبعا حتى ابن عباس نفسه بيقول لك إن حبر الأمة وترجمان القرآن ده هو الإمام علي. سرقوا من الإمام علي كل أسمائه، حتى الصديق حتى الفاروق، كل دي طبعا أسماء مسروقة من الإمام علي، وهو صديق الأمة وفاروقها وذو قرنها، وهو سيد العرب زي ما الرسول قال لنا عندما قال ادعوا لي سيد العرب، فقيل له ألست سيد العرب؟ قال لا، أنا سيد الأولين والآخرين، إنما سيد العرب علي صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما أمكن، وإلى لقاء آخر، والسلام على من اتبع الهدى.